أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض كفتة الحاتي بالطريقة الأصلية اللي هيكون طعمها أحلى كفتة حاتي ممكن تكونوا دقتوها في حياتكم. وهنعرف مع بعض إيه هي قطعية اللحمة المظبوطة اللي نعمل بيها الكفتة وتطلع معانا زي بتاعة المطاعم بالظبط. وهنعرف برضو ازاي تطلع معاكم هشة ومتماسكة ومشدودة وما تفكش ابدا وانتوا بتعملوها. وهنسويها في الفرن وهنعمل لها تريكات الشوي في اقل وقت ممكن وبدون شواية. وبعد الفيديو ده اوعدكم بكفتة حاتي طعمها روعة وريحتها تجنن بنتيجة فوق الممتازة بدون ولا غلطة. واذا جربتي الطريقة دي ان شاء الله هتكوني استاذة فيها ومش هتشتري كفتة تاني من بره. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. اول حاجة هكلمكم عن اللحمة. يا ريت تكون طازة على قد ما نقدر لانها بتفرق جدا في قوام وطعم الكفتة. ولو فرضنا ان هي مش طازة وعندك في الفريزر يبقى هنضيف لها معلقة كبيرة من المية المتلجة ونفرمها كويس قوي 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 علشان لونها يرجع وردي وفاتح تاني. لان لما بنستخدم اللحمة لونها غامق بتفرق وبتخلي لون اللحمة يكون لون الكفتة يعني يكون غامق. واللحمة بتاعتنا النهاردة يفضل ان هي تكون خليط بين اللحم البقري واللحم الضاني اللي هو لحم الغنم. بس اللي طبعا عايز يستخدم الكمية بتاعته كلها نوع واحد بس مفيش اي مشكلة. بس الطريقة الأصلية بتكون خليط بين اللحم البقري. ويفضل تكون القطعية من الكتف والضلع لأن الكتف بيخلي الكفتة تشد معايا وقوامها بيكون متماسك ومظبوط جدا. والضاني طبعا هو اساس كفتة الحاتي وريحتها الروعة. يعني ما ينفعش نستغنى عنه لو احنا عايزين كفتة حاتي صح. ده كيلو من اللحم خليط بين اللحم البقري زي ما قلتلكوا واللحم الضاني. عاملة نص كيلو من اللحم البقري و300 جرام من اللحم الضاني و200 جرام من اللية. وما ينفعش نستغنى عن اللية لانها بتخلي الكفتة سفنجية زي ما شفتوا في الاول.